السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم في قناة بنات ماما أمل. النهاردة يا حبايبي جاية بفيديو جديد بغرزة الجراني، الغرزة اللي دايما السؤال عليها ما بينتهيش. هنعمله النهاردة مستطيل ومربع بالخيط اللي قدامكم ده. معايا 3 ألوان من الخيط، وطبعا لازم ادام انت هتشكلي خيط يبقى لازم سمك الخيط يكون واحد ومن من نوع واحد، ويشتغلوا كلهم بإبرة واحدة عشان يبقى المربعات. لو انت بتعملي حاجات يعني وبتشبكيها يبقى لازم يبقى كله مقاس واحد. هنستخدم إبرة رقم 4 مناسبة للخيط بتاعي، لأن الخيط بتاعي نوعا ما تخين شوية. هنعمل عقدة البداية بسم الله زي ما انتم متعودين، وبعدين هنعمل 5 سلاسل، وهاجي على أول سلسلة وهخش فيها واسحب الخيط أدخله من وقف الحلقة، وهرتفع 3 سلاسل، وهاخد لفة على الإبرة وهخش جوه الدايرة وهعمل عمود بلفة، وهاخد لفة تانية على الإبرة وأعمل عمود بلفة. يبقى كده معايا 3 عمود بلفة، باعتبار ان ال3 سلاسل الأولانيين الارتفاع دول هنعتبرهم عمود. هناخد سلسلة وهناخد لفة على الإبرة ونخش نعمل عمود بلفة. طبعا أي خيط زيادة معايا بندخله في الشغل معايا عشان ما يبانش. هنعمل كمان عمود بلفة وكمان عمود بلفة، وهاخد سلسلة وبعدين هخش أعمل عمود بلفة، وكمان عمود بلفة، واخد لفة على الإبرة واعمل عمود برضو. يبقى كده 3 أعمدة وبعدين أعمل سلسلة. يبقى أنا كده الشغل بتاعي هعمل 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. هكرر ده 4 مرات بحيث ان انا اعمل 4 مجموعات، كل مجموعة 3 أعمدة. بعد ما خلصت آخر مجموعة هنعمل سلسلة، وهروح على أول عمود ارتفاع اللي أنا كنت 3 سلاسل اللي كنت عاملاهم في الأول، أخش على السلسلة التالتة من فوق وأسحب الخيط وأطلعه أيوة كده عشان أقفل السطر بتاعي. كده أنا عملت 12 عمود، كل 3 مع بعض وما بينهم سلسلة. هخش فوق أول عمود وأعمل غرزة منزلقة، وكمان منزلقة فوق التاني، وبعدين هخش في قلب الفراغ وهعمل منزلقة. أنا شغلي هيبقى جوه الفراغات. هعمل 3 سلاسل ارتفاع وهاخد لفة واخش جوه الفراغ واعمل عمود، واخد لفة كمان واعمل عمود. كده عملت مجموعة من 3 أعمدة. هعمل سلسلتين وبعدين اخد لفة على الإبرة واخش في نفس الفراغ واعمل عمود وكمان عمود وكمان عمود. يبقى انا كده عملت مجموعتين ما بينهم سلسلتين عشان اعمل زاوية للمربع. انا كده عملت اول زاوية، هخش في الفراغ التاني وهكرر اللي انا عملته. هعمل 3 أعمدة جوه الفراغ
ده تاني عمود، ده تالت عمود. هعمل سلسلتين وبعدين اخش في نفس الفراغ واعمل مجموعة تانية من 3 أعمدة. كده عملت تاني زاوية في المربع. هاخد لفة على الإبرة واخش في الفراغ التالت وهعمل اكرر نفس اللي انا عملته 3 أعمدة بلفة وبعدين سلسلتين وبعدين 3 أعمدة تانيين. يبقى كده عملت تالت زاوية. هاخد لفة على الإبرة واخش في رابع فراغ واعمل الزاوية الرابعة. هعمل سلسلتين وهعمل آخر مجموعة من 3 أعمدة. بعد ما خلصت ال3 أعمدة هروح على أول عمود اللي هما ال3 سلاسل الارتفاع. هخش في تالت سلسلة من فوق وهسحب واقفل السطر. كده خلصت السطر التاني. هخش فوق كل عمود واسحب واعمل منزلقة او سحبة كده زي ما انتوا شايفين، واخش جوه الفراغ واعمل سحبة. وبعدين هنا بقى انا عايزة اغير الخيط، فهخلي السحبة التالتة دي اللي جوه الفراغ باللون الجديد. هجيب الخيط التاني دوت هاخد طرف الخيط وهسحب اهو، هاخد المنزلقة جوه الفراغ هخش كده واسحب الخيط. خلاص بقى سبت الخيط التاني وهسحب كده وبعدين ارتفع 3 سلاسل ارتفاع ودولت يعتبروا اول عمود. هاخد لفة على الابرة واخش برضو في الفراغ واعمل عمود بلفة. هقص الخيط بقى دوت، خلاص انا خلصت بيه اهو، هقصه خلاص قصيته اهوت وارتفعت 3 سلاسل وهخش بقى اعمل العمود التاني. طبعا هنا ما ينفعش في الجراني اللي انا ناخد الخيط معايا في الشغل، لان مع الغسيل هيطلع، لان انا ما بشتغلش فوق الاعمدة، انا بشتغل في الفراغات. فمن الافضل اللي انا استخدم الابرة بتاعة التنظيف وابقى انضفه في الاخر في قلب الشغل. انا هشتغل بقى المجموعة التانية اللي هم 3 أعمدة بعد ما عملت سلسلتين. كده التزايد بتاعي هيبقى في الزوايا بس. هخش في الفراغ اللي هو بقى فيه فراغ في النص اهو، اخش اعمل مجموعة واحدة من 3 أعمدة. كل ما اعلى بالسطور كل ما الفراغات دي هتزيد، لكن انا بشتغلش زيادة غير في الزوايا بس. دي الزاوية التانية هنعمل فيها مجموعة من 3 أعمدة وبعدين سلسلتين وبعدين هخش فيها واعمل مجموعة تانية من الأعمدة من 3 أعمدة هما. هخش في الفراغ
اللي في النص ده اهو، وهعمل فيه مجموعة واحدة. هنعمل 3 أعمدة بس، وهروح على الزاوية اللي بعد كده وهعمل مجموعة، والزاوية الرابعة واعمل مجموعة اهو كده. انا في كل زاوية بعمل مجموعتين ما بينهم سلسلتين. خلصت السطر اهو، هخش في ال3 سلاسل، 3 سلسلة من فوق واسحب سحبة، يبقى كده قفلت السطر خلصته. هنخش فوق كل عمود ونعمل منزلقة عشان اخش في الفراغ اللي هشتغل فيه بتاع الزاوية، وهرتفع 3 سلاسل، ودولت بيبقوا اول عمود، بحسبهم اول عمود، وجنبهم هشتغل عمود وكمان عمود، يبقى كده عملت اول مجموعة. هعمل سلسلتين واخش في نفس الفراغ بتاع الزاوية واعمل برضو 3 أعمدة، يبقى التزايد بتاعي زي ما قلت لكم هيبقى في الزوايا بس. اما الفراغات التانية اللي بتبقى في النص دي بشتغل فيها مجموعة، كل واحدة مجموعة بس. هخش في الزاوية التانية واعمل مجموعتين ما بينهم سلسلتين، هخش بقى في الفراغات اللي هي ما بين الزوايا، وبعمل في كل فراغ مجموعة من 3 أعمدة بس، وكل سطر بنزوده الفراغات ديت بتزيد. هنخش في الزاوية بقى ونعمل مجموعتين وبينهم سلسلتين، وهعمل في كل مجموعة بالشكل، كل زاوية نعمل فيها التزايد. خلصنا السطر وبنعمل منزلقة عشان نخش جوه الفراغ، وهغير الخيط. طبعا عملت سطرين خلاص، هغير الخيط باللون الجديد. هسحب الخيط من قلب الفراغ اهو وادخله، واقص بقى الخيط القديم. هطلع 3 سلاسل، وبعدين اخش في الفراغ اعمل عمود بلفة، زي ما قلت لكم. الخيوط ديت بنعملها في الاخر بإبرة التنظيف، وده من الافضل يعني في غرزة الجراني، عشان ما بينفعش احطها في وسط الشغل، لان في فراغات طبعا اما اجي اغسلها او كده بتتسحب تاني، بتطلع يعني. كده عملت اول مجموعة في الزاوية. هخش في كل فراغ واعمل مجموعة واحدة، طبعا كل ما ارتفع كل ما الفراغات اللي بين الزوايا ديت بتكتر. هخش بقى في الزاوية بقى واعمل
مجموعتين، ادي 3 أعمدة، واعمل سلسلتين، وفي نفس الفراغ اعمل 3 أعمدة، يبقى في كل زاوية هعمل مجموعتين، كل مجموعة 3 أعمدة وما بينهم سلسلتين. اهو كده عملت الزاوية التانية. هكمل بقى واعمل في الفراغات دي، وبعدين اخش في الزاوية اعمل مجموعتين تزايد، وهكذا. كده خلصت السطر اهوت. هنشتغل منزلقة فوق كل عمود عشان اخش في الفراغ. دخلت في الفراغ وهرتفع 3 سلاسل، وهكمل بنفس الطريقة، وبكده يبقى خلصت المربع الجراني. لو عايزة ازود الوان تاني هفضل اشتغل كده لحد ما يكبر بنفس الطريقة، يعني الزوايا بس هي اللي بنعمل فيها التزايد. اللي هنشتغل بقى المستطيل بالجراني برضو، هنشتغل عدد من السلاسل حسب طبعا ما انا عايز. طبعا انتوا عارفين احنا بنعمله قاعدة الشنطة ازاي، بنقيس الطول والعرض ونطرحهم من بعض، والفرق ده هو بيبقى طول السلسلة. انا هنا اشتغلت 16 سلسلة، اشتغلت 16 سلسلة، وبعدين ارتفعت 3 ارتفاع 3 سلاسل. هاجي في السلسلة السادسة وهعمل عمود بلف، يبقى انا كده سبت 5 سلاسل ودخلت في السادسة وعامل كمان عمود بلف اهو. هنشتغل 3 عمود بلف في السلسلة السادسة. هفوت سلسلة والتانية والتالتة واخش في الرابعة، وهعمل برضو مجموعة ب3 أعمدة بلف، أو أدي أول عمود، وده تاني عمود في نفس السلسلة، وبعدين تالت عمود. هلف لفة وافوت أول سلسلة وتاني سلسلة وتالت سلسلة، أخش في الرابعة وأعمل برضو 3 أعمدة بلف. برضو هفوت 3 سلاسل واشتغل 3 أعمدة كمان. طبعا طول السلسلة ده بيتوقف على حسب المربع اللي انت هتعمليه قد ايه، او المستطيل يعني. كده خلصت خلاص. هنعمل سلسلتين، وبعدين نخش في نفس السلسلة اللي انا كنت عاملة فيها الاخيرة ديت، هعمل مجموعة اعمدة برضو 3. هاخد طبعا السلسلتين او السلسلة الزيادة اللي كانت معايا ديت، هشتغل عليها اخفيها في الشغل. كده عملت 3 أعمدة. هعمل سلسلتين زي اللي عملتهم في قبل المجموعة دي، وهخش برضو في نفس الغرزة وهعمل 3 أعمدة تاني. كده أنا عملت الضلع اللي هو العرض بتاع المستطيل. دخلت في غرزة واحدة وعملت 3 مجموعات، كل مجموعة 3 أعمدة. هخش فوق في نفس الغرزة اللي هي
قصد زي ما انتوا شايفين كده في قصد السطر بنعمل نفس 3 أعمدة قصد ال3 أعمدة في نفس الغرزة يعني. في نفس الغرزة بخش واعمل قصدهم من الناحية التانية 3 أعمدة، وهلف لفة على الإبرة واخش قصد ال3 التانيين وفي نفس الغرزة وهخش اعمل 3 أعمدة. هروح عند آخر مجموعة وهعمل برضو 3 أعمدة، كده عملت 3 أعمدة. هروح هعمل سلسلتين وبعدين هاخد لفة وفي نفس الغرزة برضو هعمل عمودين اهو. هنعمل عمودين، ادي اول عمود وده تاني عمود، وال3 سلاسل الارتفاع اللي كنت بادئة بيهم في الاول خالص هروح على تالت سلسلة هعد كده 3 واخدها واقفل السطر، هعتبرهم اول عمود يعني او عمود من الاعمدة يعني اهو. هخش جوه الفراغ واخد منزلقة وارتفع 3 سلاسل وبعدين اشتغل العمود الاول كده عمود يبقى 3 أعمدة. هعمل ما بينهم سلسلتين وهخش في نفس الفراغ واعمل مجموعة تانية كده عملت اول زاوية. هخش بقى في الفراغ اللي بعده وهعمل 3 أعمدة. خلاص كده اللي يعتبر المستطيل اتحدد. هخش في الزوايا بس واعمل تزايد، اما الفراغات الباقية بنعمل مجموعات كل مجموعة 3 أعمدة. بنعمل كده الزاوية التانية كده عملت مجموعة اهي، وهعمل سلسلتين وهعمل في نفس الفراغ مجموعة، يبقى كده عملت زاوية من الزوايا. تزايد اهوت في الزاوية. هروح في الزاوية المقابلة ليها او الفراغ اللي جاي دوت واعمل فيه التزايد 3 أعمدة. ادي اول عمود والتاني والتالت. هنعمل سلسلتين وبعدين اخش في نفس الفراغ واعمل 3 أعمدة وبكده عملت زاوية من الزوايا. هكمل بقى واخش في كل فراغ واعمل مجموعة وبعدين في الزاوية الرابعة واعمل تزايد. هكمل السطر كملته اهو، وبعدين هنعمل نقفله بقى نروح نطلع في تالت سلسلة من فوق
واسحب، وكده قفلت السطر. هنشتغل بنفس الطريقة اللي كنت بنعمل بيها المربع، بس ديت بالمستطيل. في الزوايا بس هي الزيادة اللي بنزود فيها، الزيادة بتبقى في الزوايا، أما باقي الفراغات بعمل فيها مجموعة واحدة بس من 3 أعمدة. هخش جوه الزاوية واعمل التزايد، وهعمل سلسلتين، واخش اعمل المجموعة التانية اللي هي 3 أعمدة. هخش في كل فراغ واعمل 3 أعمدة، لحد ما اوصل للزاوية، وهزود اعمل فيها برضو التزايد. في ال4 زوايا بس اللي في الجناب، لكن الفراغات اللي بينهم بنعمل مجموعة واحدة من 3 أعمدة. كده خلصت اهوت المربعين، المربع والمستطيل. يا رب تكونوا استفدتم، واللي ما اشتركش عندي يشترك، واللي ما حطش لسه لايك يحط لنا لايك كده فضلا منكم وليس امرا. والف شكر لمتابعتكم لينا، ويا رب تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.